نحن الآن في منطقة قاحلة وموحشة، بقعة نائية تماما عن أي معالم جغرافية قد يألفها الإنسان. هناك في ذلك المكان أخبرنا أحدهم أنه كان شاهدا عيانا على ما جرى. كان مراهقا في 16 من عمره حين رأى بأم عينيه تصفية تلك المجموعة من البشر. لقد نجا من الموت بأعجوبة لأنه بدأ بالبكاء، ثم أشار بيده قائلا: هنا توجد مقبرة وهناك توجد الأخرى، في الأولى شخصان فحسب، أما الثانية فتضم عددا أكبر وبعضهم لم يبلغوا سن الرشد بعد. وبمجرد أن بدأنا بإزالة طبقات التربة عن المدفن والذي لم يكن عميقا بشكل لافت، تيقنا أن كل حرف قاله كان الحقيقة بعينها. عثرنا على كل شيء حتى بقايا الملابس، وفي ثنايا الجيوب بدأت تظهر لنا أوراق نقدية قديمة من فئة 100 بزيتة الإسبانية. وجدنا أيضا إبرا معدنية مما يستخدم في خياطة الخيام، وعلبا بلاستيكية لا تزال تحتفظ ببعض أدوية السلفوناميد، كما ظهرت قصاصات ورقية تثبت استحقاقهم لحصص غذائية من السكر. وحينها تمتم أحدهم: هذا مسباح. مسباح؟ كيف يمكن أن يكون مسباحا؟ حسنا، ربما لا يشبه المسابح التي نعرفها، لكنه يمثل جوهر ثقافة وعقيدة هؤلاء الضحايا. ومع استمرارنا في النبش كانت المفاجأة الكبرى: لقد ظهرت بطاقات هوية. نعم، بطاقات مواطنة إسبانية رسمية. إنها تشبه تماما تلك التي كنت أحملها في صبايا أواخر عهد الدكتاتورية. بطاقات هوية؟ كيف انتهى المطاف بحامليها في هذا القبر؟ أدركنا حينها أننا لا نبحث في تاريخ غابر، بل في مأساة معاصرة. وحول الجثامين كانت الذخيرة مبعثرة في كل مكان: بقايا رصاص لأسلحة أوتوماتيكية، أسلحة حرب فتاكة هي التي استخدمت في تنفيذ تلك الإعدامات. نحن الآن نقف داخل مسرح جريمة مكتمل الأركان، لكنه مسرح يمتد في أفق لا متناه من الرماء والسراب. إننا في قلب الصحراء، فضاء شاسع لدرجة أن العثور على هذه المقابر يعد مستحيلا لولا إرشاد البدو لنا. هنا في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية، وتحديدا بالقرب من منطقة تيفاريتي، كشفنا الستار عن هذه الفضائع. كتب على بطاقاتهم بوضوح: إقليم الصحراء. إنهم مواطنون إسبان من أصول صحراوية، قتلوا بدم بارد في شتاء عام 76. في ذلك الوقت كانت السيادة القانونية والمسؤولية تقع على عاتق إسبانيا. مواطنون مثلي تماما تركوا لمصيرهم المأساوي. لقد سقطوا ضحية سياسة تصفية استعمار فاشلة تركت خلفها جروحا وانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان حتى يومنا هذا.